ده واحد. اتنين، الكابتن او الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري امبارح في احد التصريحات التلفزيونيه، خدها كده واحده واحده، في اجتماع حصل قبل ما يبتدي الدوري الجديد بشكله الجديد ده. في اجتماع حصل ما بين رؤساء الانديه كلهم كانوا موجودين في الاتحاد المصري لكره القدم، وما بين الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم الاتفاق على الشكل الجديد للدوري، بما فيه انه يكون موجود رئيس او خبير اجنبي لقيادة لجنة الحكام في مصر. وابدى الاستاذ جمال علام موافقته على القرار ده، وبناء عليه كان منتظر انه مع بداية الدوري الجديد يكون في خبير اجنبي موجود لرئاسة لجنة التحكيم. ده اللي كان بيقوله الاستاذ محمد مصلحي امبارح. فما جاش رئيس اجنبي او ما جاش خبير تحكيم اجنبي. فبناء عليه، مع اول خطأ حدث من لجنة التحكيم اللي موجودة حاليا، تقدم النادي الاهلي لقرار انه احنا مش هنستمر على الموضوع ده، ولكن احنا نطالب بخبير تحكيم اجنبي.